عمرك جيت في يوم من الأيام لقيت نفسك ماسك الموبايل بتاعك وقلت أنا بعد ال5 دقايق دول هقوم أذاكر. ال5 دقايق جابوا معاك ساعة وساعتين وتلاتة لحد ما اليوم خلص ومذاكرتش. وجيت مرة تانية قلت أنا هبدأ أتمرن من بكرة. جه بكرة قلت هبدأ أتمرن من يوم السبت. السبت جاب معاك شهر والشهر جاب معاك السنة ومتمرنتش. المشكلة يا صديقي إن ده فخ كلنا بنقع فيه، وهو فخ التسويف. هحكي لكم قصة عن شاب اسمه كريم. كريم ده كان كل يوم يصحى الصبح يقول أنا عندي أحلام عظيمة لازم أخليها واقع، زي مثلا حلم، أو إن هو ينجح في حاجة، أو إن هو يتعلم ويغير حياته كلها. المشكلة إن كريم بدل ما يبدأ في الحاجات دي حتى لو بحاجات بسيطة خالص، كان بيقول لك إيه؟ أنا لازم أكون جاهز الأول، أنا لازم يكون معايا مكتب، أنا لازم أشوف 3 4 فيديوهات تحفيزيين يحفزوني الأول. بعد كده تبص عليه تلاقيه ماسك التليفون بتاعه وعمال يتفرج على خناقة بين قطين، قط اسمه صاوي وقط اسمه جمعة. ليه قد ايه بيتمرع في الحاجات دي؟ ليه يمكن ساعة واتنين وتلاتة واربعة؟ طب فين يا عم الحاجات اللي انت بتقولها؟ يعني انت كنت بتقول انك انت عندك احلام عظيمة عايز تنجزها، بعد كده قلت انا لازم اكون جاهز، مع ان المفروض ان تبدأ بحاجات صغيرة. بس ماشي يا عم، جهز المكتب واتفرج على فيديوهات تحفيزية. المشكلة ان انت ما عملتش حاجة من الحاجات دي كلها وبتتمرع في الخناقة اللي ما بين جمعة وصاوي. طيب، ايه الحاجات اللي بتخلينا نسوف؟ اسباب التسويف: اول حاجة، لما تكون قدامك مهام انت عايز تقوم بيه او حاجة مهمة، فانت بتركز على الحاجة دي، فالمخ بيكتشف ان دي حاجة جديدة وحاجة كبيرة عليه، فبيخاف منها ويخليك تروح تماطل بقى وتسوف للحاجة دي، ويخليك تروح تضيع وقتك في حاجات تانية، زي انك انت تمسك الموبايل بتاعك تلعب لعبة، تروح تكلم صاحبك، تطلع بره تعمل اي حاجة، المهم تبعد عن الحاجة دي. تاني حاجة، انك انت بتستنى لما يكون مزاجك رايق. يعني مثلا الحاجة اللي انت عايز تنجزها دي، الحاجة اللي هي بتبقى في وقتها ده وعايز تنجزها، انت مثلا شايف ان مزاجك متعكر دلوقتي فبتقول هعملها بعدين. ماشي، ممكن الحاجة دي تستنى لما مزاجك يروق، بس في حاجات مزاجك بيبقى متعكر بسببها، فممكن ما تنجزهاش لان مزاجك عمره ما هيروق، لانه هو مزاجك متعكر بسببها زي ما قلنا، فلازم تعملها وهو مزاجك متعكر، وبعد ما تنجزها هتلاقي ان مزاجك راق اساسا. بس النقطة التالتة انك انت بتستنى الوقت المثالي، بتقول مثلا هستنى في بداية السنة الجديدة، هستنى من يوم السبت، هستنى لما اكون جاهز، هستنى لما تكون الدنيا معايا متظبطة. المشكلة ان الحاجة دي ملهاش وقت مثالي، الحاجة دي لازم تعملها في وقتها اللي هي جاتلك فيه. في حاجات مثلا بتبقى معروفة ان هي لازم انت تعملها مثلا اول السنة الجديدة، لازم تعملها من اول الشهر اللي جاي، بتبقى هي لازم تستنى لها السنة الجديدة. بس في حاجات لازم تعملها في وقتها هو. طب لو جينا يا ابو الصحاب قلنا حلول لمشكلة التسويف، اول حاجة ممكن تعملها هي قاعدة ال5 دقايق، تقول انا هقوم هدي المهام ده 5 دقايق بس، بعد كده هريح. غالبا كده لما تقوم هتلاقي نفسك سخنت وممكن تدي المهام ده ساعة مش 5 دقايق بس، لان العقبة بتبقى في البداية بس. تاني حاجة، قسم المهام الكبيرة لأجزاء صغيرة، ما تقولش أنا هقوم هذاكر الكتاب كله، قول هقوم هذاكر لي صفحة واحدة بس المهم إنك أنت تفهمها. وكمان لو هتتمرن ما تقولش هقوم هتمرن لي ساعة، ممكن تقول هقوم أتمرن ربع ساعة، بس اللي هو أنت تتمرنها صح. يعني الحاجة ممكن تجزأها لأجزاء صغيرة بس تعملها بضمير زي ما بيقولوا. الحاجة التالتة، كافئ نفسك. يعني انت مثلا قمت ذاكرت لك ساعة ولا نص ساعة ولا اتمرنت ولا خلصت شوية شغل كان وراك، بعد كده كافئ نفسك بالحاجة اللي انت بتحبها. اطلع اتمشى شوية، اشرب حتى لو كوباية قهوة، بتقعد في مكان مع نفسك فيه، اي حاجة انت بتحبها اعملها وكافئ نفسك بيها. العب ماتش كورة، ماتش بلاي ستيشن، بس الحاجات دي بتبقى حلوة برضو. رابع حاجة، طلع من قاموسك كلمة بكرة. من بكرة هبدأ، يعني من بكرة هتبدأ. هو النهاردة مزعلك في حاجة؟ يعني مثلا الحاجة جات لك دلوقتي، المفروض حاجة تنجزها انت دلوقتي، اشمعنى بكرة؟ يعني اشمعنى انت هتعملها بكرة؟ ما هو انت مزاجك اللي متعكر النهاردة ممكن يكون متعكر بكرة وبعده. انت حاول تعمل الحاجة في وقتها وسيبك من كلمة بكرة وبعده، حتى لو هتبدأها بحاجات صغيرة خالص، بس المهم اسمك بدأت في الحاجة. وفي النهاية صاحب التسويف مش بيسرق منك ساعة ولا ساعتين ولا 3، لو اتعودت على التسويف هتلاقيه بيسرق منك سنينك وعمرك كله.
لان التسويف ده مش شرط يكون في حاجة معينة، بس التسويف ده انت لو مشيت وراه هتلاقيه في كل حاجة، بيضيع عليك كل حاجة في حياتك. بس وفي النهاية برضو القواعد اللي احنا قلناها والحلول دي، لو انت ما كانش عندك عزيمة انك انت تغير من نفسك حتة التسويف، هيبقى ملهاش لازمة اساسا. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، وقولوا لنا الاراء بتاعتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.